السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 30 في 40 بمقدار 6 بيضات. اول حاجة حطيت 3 بيضات مع لوحدهم كده في العجان، وبعدين هحط كوباية وربع دقيق. هعجنهم على مرتين. ليه بقى؟ عشان العجان عندي مش كبير، عشان يديني ارتفاع حلو. حطيت نص كوباية سكر، وحطيت كوباية ونص اللهم صل على النبي دقيق، معلقة بيكنج باودر صغيرة، ورشة فانيليا. النوبة اللي فاتت يا جماعة نسيت اقولكوا على السكر. وحطيت معلقة نشا، حطيت معلقة محسن حلوة كده مليانة، وحطيت معلقة خل صغيرة، حطيت نص كوباية مية متلجة. كل الحاجات اللي انا بحطها متلجة، المية والبيض والمحسن. هقلبهم بقى كده الاول، وبعد كده هرجع اضربهم تاني. يبقى قسمت المقادير على مرتين في العجان عشان خاطر يديني ارتفاع حلو. لكن لو عجنتهم مرة واحدة للست بيضات على بعض، العجان مش هيديني الارتفاع اللي انا عاوزاه. حطيت بقى معلقتين كاكاو خام عشان هي مطلوبة بالشوكولاتة. يبقى يا جماعه زي ما قلت لكم، انا هحطها في الصينيه المستطيله الكبيره. في الطقم اللي هو 3 صواني ده انا هحطها في اكبر صينيه. زي ما انتم شايفين الصينيه الكبيره اهي. حطيت اول ضربه، هرجع احط بقى هعمل الضربه التانية واحطها. خلاص بقى كده هحط الثلاث بيضات الفاضلين، نفس المقادير اللي انا عملتها في الاول هعملها في الضربه التانية. كوبايه وربع اللهم صل على النبي دقيق، ونص كوبايه سكر، ومعلقه بيكنج باودر صغيره، ومعلقه خل صغيره، رشه فانيليا، معلقه نشا كبيره، ونص كوبايه سكر، ومعلقه محسن متلجه. البيض والمحسن والميه متلجين، يعني البيض بيبقى في التلاجة والمحسن في التلاجة والميه فيها قطع تلج كده. هنضربهم بقى ونحطهم تاني على بقيه المكونات اللي احنا ضربناها اول مره. مولعه الفرن على درجه حراره 180، بتسيبيها 45 دقيقه، ممكن اقل ممكن اكتر حسب ما الاسبونج يستوي معاكي. بتختبريه بالخله، لو لقيتيه لسه في عجينه سيبيه، لقيتيه خلاص استوى اطفي عليه الفرن وسيبيه شويه في قلب الفرن، واقفلي الفرن. ما تفتحيش، ما تطلعوش مره واحده كده عشان ما يهبطش منك. خلاص بقى كده انا سويته واحطه في الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 180. خلاص بقى كده تاني يوم انا بيته لتاني يوم. ده بقى كان الاسبونج بتاعنا ما شاء الله عامل ازاي، ارتفاعه حلو اوي، مش باين كمان في الكاميرا يعني. بصوا عامل ازاي، هيديني تورتايه حجمها حلو قوي وعجبت العميل قوي. هشيل بقى الوش كده. هي من الافضل ان انت تسيبي الحاجه لتاني يوم، يعني تعجني وتسيبيها لتاني يوم، بس انا بصراحه انا ما سبتهاش لتاني يوم، انا ناسيه، انا مفكره ان انا سبتها لتاني يوم لان الفيديو ده بقاله اسبوع. لا انا سبتها 3 ساعات كده، وبعد كده اشتغلت فيها. عشان كده ما كانتش، بصي الوش ما كانش ملزق قوي، وما كانتش مستحمله بقى مهريه مني لانها لسه طبعا معموله. عشان انا ببقى بصور الفيديو وبسيبه اسبوع ولا حاجه، عمال ما بفضى ان انا انزله. لكن انا كنت عاملاه وما بتتش. عاملة بقى بالمنشار على رقم 9. هنضف بس كده الوش الاول. اي حاجة ناشفة ما بحبش ان انا اسيبها، او حاجة ملزقة بحب انضفها كويس. كانت تورتيه رقيقة وجميلة قوي، ولهم صلي على النبي مكسبها حلوة. اقول لكم طبعا بعتها بكام في اخر الفيديو كده، بس يا رب ما نساش. هقطع بقى 3 طبقات، هي بتديني 3 طبقات ارتفاعهم حلو قوي. قطعت طبقة على رقم 9، واقطع الطبقتين التانيين على رقم 8. رقم 8 طبعا بيبقى ارتفاعه اعلى من رقم 9. الاسبونج طبعا زي ما قلت لكم ما باتش، فيعني مش مستحمل، بشيله بالعافية، مش مستحمل خالص. ما شاء الله النتيجة بتاعته جميلة قوي. هضرب بقى كوبايتين كريمة. التورتيه دي بتاخد معايا كوبايتين كريمة. الكريمة اللي انا بشتغل بيها هايبر المتحدة، بجيبها ب170، كانت ب160، دلوقتي بقيت اجيبها ب170. طبعا المقطع ده اتقطع مني، كنت فاكره ان انا بصوره يعني، بس انا ببقى مشغله التليفون ومش فاتحه الكاميرا.
ببقى ناسيه. المهم حطيت طبقة كريمة وبعد كده سقيت وحطيت الطبقة التانية. ضربت الكوبايتين الكريمة بياخدوا 3 كوبايات مية متلجة وكوباية سكر. كوبايتين الكريمة بحط عليهم كوباية سكر ومعلقتين كريمة باستر كبار. وبحط بقى على الكريمة لو انا هعملها بالشوكولاتة بحط معلقة شوكولاتة كده او معلقة كاكاو خام. بس انا دايما بحب افضل ان انا احط شوكولاتة، يعني بتدي طعم حلو عن الكاكاو في الكريم. هحط بقى صوص شوكولاتة كده بيدي طعم طبعا حلو كده من جوه. طبعا التورتيه دي لو انت هتشتريها بقى من محل يعني هتعدي سعرها، هيبقى معدي وكده. لكن احنا بنبيعها بسعر حلو وبتبقى ما شاء الله بتكفي 30 فرد او اكتر من 30 كمان، لان ما شاء الله هي مش باينه في التصوير، هي حلوه كبيره. 30 في 40 يعني مقاسها كبير قوي. الناس بقى اللي معايا لحد هنا ما ينسونيش بقى باللايك وبتعليق حلو كده، عشان انا بتبسط بالتعليقات اللي بتجيلي وكده. يعني انا بفرح بالتعليقات اكتر من المشاهدات. التعليقات بترفع من روحي المعنوية كده وبتخليني ان انا عاوزة اصور تاني. خلاص بقى شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو قوي. هجلسها كده في الاول تجليس خفيف، وبعد كده بقى ايه عشان لو فيها فرافيت ولا اي حاجة، وبعد كده بقى نجلسها مع بعض ايه تجليس تقيل وكده. انا ما عدتش بسرع الفيديوهات عشان الناس اللي هي بتتابعني وكده بيقولوا لي ان انتي بتسرعي الفيديوهات فما بنفهمش حاجه. دلوقتي طبعا الرخامه عندي ضيقه خالص، فانا بلف التورتيه بالعافيه. بتضايقني قوي في الشغل الرخامه صغيره وبتضايقني قوي في الشغل، بس على قد ما بقدر بحاول اوريها لكم وانا بلفها وكده. بالذات لما بيكون تورتيه كبيره بتضايقني قوي علشان الرخامه صغيره. التورتيه دي بقى يا جماعه بيحتها اللهم صل على النبي ب300 جنيه. فيها مكسب حلو وربنا بيراضيني فيها وكده. ف300 جنيه، فالتورتيه دي لو هتجيبيها من برا مش هتجيبيها اقل من 400 جنيه. وانت بقى حسب المكان اللي انت فيه فانت ممكن تغليها شويه عن كده، لو حابه تخليها ارخص من كده ماشي، فحسب المكان اللي انت قاعده فيه وكده. هعملها بقى بالسكبر المشرشر ده. السكرابل ده حلو قوي بيريحنا قوي في الشغل وبيسوي معايا التورتيه حلوه قوي يعني. النوبة دي بقى هعمل لها اللهم صل على النبي بعد ما اسويها كده واظبطها. مش هحط لها صوص شوكولاته، هحط لها نوتيلا. حابه ان انا ما عملتش قبل كده اللي هي بالنوتيلا دي، فقلت النوبة دي اعملها ايه اغير كده واعملها بالنوتيلا. اليومين دول بقى طبعا الشغل مش زي الاول، لان كل سنه وانتم طيبين بقى داخل رمضان وكده، فالناس بقى بتستعد لرمضان. هنعمل بقى مع بعض فيديو كده، هنعمل البسكويت الاقتصادي اللي من غير بيض عشان الناس بقى اللي عاوزة تشوفه. هنعمله الفيديو الجاي ان شاء الله. بحط كده السكرابر في مية سخنة بيسوي السطح جامد وبيخليه ما شاء الله حلو قوي. همسح بقى القاعدة بعد ما اخلص كده اسوي السطح بتاع التورتاية. لازم تمسحي القاعدة كويس قبل ما تحطها في التلاجة او في الفريزر. طبعا ما شاء الله التورتاية عجبت العميل او يعني كان مبسوط بيها، او لان ما كانش متخيلها بالشكل ده وكده. كان واخد مني قبل كده وعجبته، بس النوبة دي بقى كانت احلى كمان، التزويق بتاعها كان احلى.
كده مسحت القاعدة بقى ما شاء الله، نضفتها كده وخليتها حلوة. النوتيلا دي انا مسيحاها بمعلقه زيت عشان تسيح معايا، ما بعملش فيها اي حاجه غير بقلبها كده في معلقه زيت، بس لازم يكون الزيت حلو يعني مش زيت تموين، لا يكون الزيت النظيف الموجود عندك يعني. عملت الدريبات نوتيلا كده، حبيت ان انا اعمل بقى ايه الدريبات النوبادي نوتيلا، كان شكلها رقيق اوي ما شاء الله. عملت بقى الوردة كده روزتات، يعني انا كنت بزوق فيها ومش عارفه انا هعمل انهي شكل، انا عماله ازوق كده فيها ومش عارفه، يعني انا مش عارفه لحد دلوقتي انا هزوقها ازاي وكده. هنكتب بقى عليها جمال، هو الاسم نكتبه بالانجليزي جمال. عندي بقى القمع دوت اللي هو مفيهوش اي حاجه، هو كده ساده كده بس، ما شاء الله لما حزمتها كان شكله جميل اوي، شايفين عامل ازاي رايق قوي وحبيته قوي لما عملته كده حزمت بيه، عجبني قوي شكله. هنا بقى احط في النص ده شوكولاته عشان خاطر هكتب اللهم صل على النبي الاسم عليها وكده. فكنت محتاره بقى في النص التاني احط ايه، يعني مش عارفه احط في النص التاني ايه، النص ده انا عارفه انا هعمل فيه ايه. النص التاني قعدت بقى بص احط كده بالبركه، بس في الاخر يعني طلعت ما شاء الله حلوه وعجبت الناس اللي خدوها وكده. هحاول بقى اسوي كده. الشوكولاته اللي انا شغاله بيها دي مش شوكولاته خام، دي اللي هو جولي الشوكولاته. بيبقى سهل معايا في الشغل والطعم بتاعه بيبقى حلو قوي، وبيوفر معايا كتير قوي في الخامات وكده، ما بشتريش بقى شوكولاته خالص الا لما بيكون هعمل حروف. دي نوتيلا، هنسويها برضو كده مع بعض بالراحه. بعد كده بقى احط كراميل، صوص كراميل. طبعا الكراميل بيبقى تقيل شويه فبينزل كده بالعافيه، فخد وقت معايا عمال ايه ما نزل من القرطاس وكده. خلاص بقى كده انا هنحط بقى القسم. انا عاملاه بالطاسه اللي هو الذهبي. عاوزه بقى اجيب الفضي بيبقى شكله جميل اوي برضو، عاوزه اجيب لي واحده فضي، كنت جايباها ب25 جنيه، بتقعد كتير اوي عندي. عندي كريسبي كده برضو حط عليه طاسه ذهبي، هحطه برضو كده حوالين التورتايه كده في الجزء اللي هو البني، بيدي شكل حلو اوي. كانت تزيينها رقيق وجميل. هنا بقى عندي شوكولاتايه كده حطيتها كده عشان يتبسط بيها وكده، كان ابنه صغير يعني. الشوكولاتايه دي انا حطيتها ورجعت ندمت ان انا حطيتها، انا حطيت واحده مندولين واللي هي اللي لونها بامبا في ابيض، دي رجعت يعني مش عارفه حسيت ان الشكل مش ماشي معاها خالص. حطيت اوريو، كسرت كده برضو شويه اوريو كده وحطيتهم، زي ما قلت لكم انا مش في دماغي اي تزويق، انا بحط كده وخلاص. وحطيت بقى شوكولاته كده صوصات كده، ادت برضو شكل حلو وبقت حلوه يعني. حطيت هنا كريسبي فضي. طبعا هي شكلها احلى في الحقيقه واكبر وكده، طبعا انا مش عارفه اصورها كويس زي ما قلت لكم الرخامه عندي صغيره. حطيت شبابيك برضو كده مليتها له يعني ايه شوكولاته وكده. عندي شوكولاته انا عاملاها كده اللي هي بتبقى ملولوه دي، برضو حطيت له منها. احط بقى على الحرف كده، شوف نقلتها ازاي مضايقاني اوي، لونها مضايقني مش ماشي مع لون التورتايه، فروحت نقلها تاني. احط بقى كريسبيات كده ذهبي زي ما انتوا شايفين. دي كانت التورتايه بقى بتاعتنا النهارده.
تزويقها كان جميل ومكسبها حلو يا جماعة. زي ما قلت لكم بحتها ب300 جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديدة.